مثلا إذا قلنا بالنسبة لاتصالاتنا مع الأكراد، والشعب الإسرائيلي محب جدا للشعب الكردي في كل مكان، ولكن اتصالاتنا السرية كانت مع البيشمركة في كردستان العراق، وما كانت مع الأكراد في إيران ولا مع تركيا ولا مع شمال سوريا. نعم، يعني طبعا هذا يطرح سؤال: لماذا جرى اختيار أكراد العراق مدللين كانوا لديكم في الموساد؟ يعني الأكراد هم تقريبا شعب واحد سواء في تركيا أو في إيران أو في سوريا، لماذا اخترتم العراق لأن يكون مركز لنشاط الموساد؟ أولا لأن الأكراد في العراق برئاسة الزعيم المشهور ملا مصطفى برزاني وجهوا لنا طلب أولا. ثانيا العراق كانت دولة جبهوية في كل المعارك ضد إسرائيل، فكل معركة كانت تبعت على الأقل 2 ديفيزيات من جيشها إلى المعارك مع إسرائيل، وهذا كان مهم إلنا، وفكرنا إنه كان فيها مصلحة مشتركة بيننا وبين الأكراد في العراق. ولكن مثلا لما كانت اتصالات بيناتنا وبين الأكراد في العراق، المخابرات التركية كانوا زعلانين بالنسبة، لأنه الخبر صار طالع في الإذاعات إنه الموساد بيساعد ملا مصطفى برزاني. سألونا ليش، شو بتعملوا هنا؟ قلنا لهم مع كل احترام العراق مهمة جدا إلنا كدولة جبهوية، نحن مش رح نتدخل في أشياء داخلية إلكم، وأنتم لا تتدخلوا في أشياء بتهمنا جدا. نعم، يعني ولكن يا أستاذ إيلي نفس الشيء مثلا مع الأكراد، نفس الشيء مع الأكراد في إيران في وقت الشاه كان اتصالات احتلاف مثلث بيننا وبين إيران ومع الأكراد في العراق، والشاه لما عطى موافقته لهالمساعدة المشتركة نبه ملا مصطفى برزاني حتى هو يروح لكل رؤساء القبائل الكردية في إيران وينبههم إنه خليكم ساكتين، هذا مش مصلحتكم، هذا مصلحتنا نحن، لأنه إذا كان غير شيء الشاه كان بيزعل جدا ووقف المساعدة المشتركة.